عندها ال 19 نهر ورافد اللي موجود عندها، ومركزه مع نهر النيل فقط بهدف السيطره على مصر مائيا، لان احنا بنقول ان احنا لدينا تبعيه مائيه بنسبه 97%، يعني كل الميه بتاعتنا جايه لنا من بره، منهم 85% بيجوا من اثيوبيا و15% بيجوا من منابع النيل الابيض للست دول اللي على خط الاستواء. بس الكلام ده ما يتناقضش مع الاتفاقيه الثلاثيه اللي مضاها الرؤساء الثلاث؟ لا يتناقض طبعا، لانه مثلا يعني في نهر اومو لدى اثيوبيا مع كينيا، عندهم نهرين مع الصومال، عندهم نهر مع جيبوتي، هم سايبين كل الانهار دي ومركزين مع الثلاث انهار بتوع نهر النيل. بنوا سد تكيزي على نهر عبورة في الشمال ب10 مليار، وبعدين ادي كمان سد النهضه اللي هو سلسله مكونه من سد النهضه وخلفه 4 سدود ودول ضخمين قوي، وبعدين ادي كمان النهر الثالث بيبنوا عليه سدين. وعلى فكره انا يعني ابلغت المسؤولين من اكثر من سنه بان البنك الافريقي اعتمد ميزانيه لبناء السدين دول، وواجهنا وزير الري الاثيوبي لما جه مصر في شهر نوفمبر وقال نعم هنبني سدين على نهر السباط وهذا حقنا. انما هم دايما بياخدونا بعيد عن سد النهضه، السد الاكبر اللي هو الميه بتاعته ال50 مليار اللي بيجوا من النيل الازرق. طب دكتور نادر، لماذا لا نقوم بتدويل هذه المشكله وطرحها دوليا؟ يعني ليه احنا هو ده يا فندم اللي انا قلته يا استاذ احمد، ان مصر واثيوبيا لا يجب ان تتفاوض حول السدود، انما مصر واثيوبيا والسودان تتفاوض حول حصص تقسيم المياه. انه احنا بيخرج من اثيوبيا 72 مليار متر مكعب من الثلاث انهار دول لمصر والسودان، على اثيوبيا ان تتعهد بالحفاظ على الموارد المائيه لمصر والسودان عند معدلاتها الحاليه، بان احنا نوقع اتفاقيه تتعهد فيها اثيوبيا بان حصه مصر كذا وحصه مين اللي يلزمها بده؟ اثيوبيا، ووقتها ما نقدرش بقى نوجع قلبنا مع كل سد يتبني طالما اثيوبيا اقرت حصه مصر للمياه. مين اللي يلزمها بده دكتور نادر؟ هي تودع في البنك الدولي. تمام، مين اللي يلزمها بده؟ الاتفاقيه يا فندم. طب هل حضرتك شايف ان دلوقتي اثيوبيا تقدر او هي عايزه تمضي على وثيقه زي دي، ولا هي شايفه لا ما عامل ده ليه؟ والله الموقف تصاعب جدا بعد اعتراف مصر بسد النهضه المجاني في اتفاقيه اعلان المبادئ الخاص بسد النهضه، لان احنا كنا نامل ان يكون اعتراف مصر بسد النهضه مقابل اعتراف اثيوبيا بحصه مصر من مياه النيل. صحيح. انما ان احنا مدينا جسور الثقه مع اثيوبيا وبنبني ثقه وبنبعد عن الكراهيه المتفشيه من 50 سنه ما بين الاثيوبيين والمصريين، فالان وضعنا الكرة تماما في الملعب الاثيوبي، وعليها ان تقر باتفاقية جديدة، وان مصر تخش في مباحثات مكثفة اولا لتحديد عدد سنوات ملء سد النهضة للمرة الاولى حتى لا يؤثر علينا، لان 75 مليار سعة البحيرة خلف السد لو ملوهم في 3 سنين يعني يقسموا مننا 25 مليار. ده غير الهادر اللي هي الحتة اللي تحت التوربونات يا فندم، غير 5 مليار فقد بالتبخير، غير 10 مليار بالرشح العميق من قاع البحيره، يعني يصلوا الى 90 مليار. لو ملوهم على 3 سنين يبقى ال 90 مليار دول هم سعه بحيره ناصر، تبقى بحيره ناصر هتبقى على الارض على البلاط ما فيهاش نقطه ميه.